ازيكم يا حبايب قلب، عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بألف خير. تعالي بقى نعمل في الساعة دي شوية عدس يدفونا. عايزة اقولك الناس كلها اول ما الساعة تيجي تجري تعمل المحشي الكرنب. الى العبدة لله، اول ما تحس بيومين ساعة تجري تعمل حلة العدس. المهم مش موضوعنا. بصي بقى، هتحطي في الحلة بتاعتك معلقة زيت، وهتحطي معلقة السمنة بتاعتك. هتجيبي خضارك البصل والجزر والطماطم والثوم. هتقطعيهم بطريقة عشوائية زي اللي انت شايفاه ده كده بالظبط. هتحطي يا ست البنات البصل الاول، هتنزلي بالبصل كله وهتحطي البصل على النار يا دوبك يدبل معاكي زي ما انت شايفة كده. هتنزلي بحبة الثوم بتوعك، وبعد كده تحطي عليه الجزر وهتشوحي. يعني انا في الخطوة دي كنت مشوحة كله، يعني الخضار كله كان سخن، شوحت وقلبت تقلبتين. وبعد كده حطينا الطماطم. بعد ما حطيتي الطماطم بتاعتك كنا احنا غاسلين كوبايتين العدس، وبتقومي حطاهم على الخضار بتاعك بعد ما شوحتيه. بتنزلي بقى بكمية المية بتاعتك زي ما انت شايفة كده، بتغطي العدس وبتزودي كوباية يا كوبايتين يا كوبايتين على على المية، ما تخافيش، مش هيعجن ولا حاجة. تروحي بقى تضربي زي ما انت شايفة كده. بعد ما هنضربه هنصفيه، هتحطي كوباية شعرية، هتحمريها بالمنظر اللي انت شايفاه ده كده. تنزلي بشوية عدس، هتفكي الاول الشعرية عشان كلها ما تكلكعش منك، وبعد كده هتنزلي ببقية العدس بتاعك. حطي بقى التوابل بتاعتك، معلقة الكمون ودي اساسي، نص معلقة بصل على نص معلقة توم بودرة. بعد كده معلقة البابريكا، تحطي واحدة مرقة الدجاج بتاعتك، بحط ورقة واحدة بس لورا. وبعد كده بتحطي معلقة الملح بتاعتك. شيلي بقى كل دوت وارفعي على على النار. عايزه اقول لك بقى تاكلي شويه عدس ملهمش حل، والله العظيم احلى من طبق، يعني احلى من 100 طبق محشي. هنا بقى طريقه الاختلاف بتاعتي مختلفه شويه. يعني في ناس بتعمل تقلية البصل، وفي ناس بتعمل العيش بالتومه. لو عايزينها برضو بيكتبوا في الكومنتات وانا اعملها لكم، بس انا بحب العدس يبقى خفيف يعني. كفاية التوم وكفاية اللي احنا حاطينه، فعشان نشربه شوربة تبقى شوربة خفيفة، ما يبقاش فيها طعم التوم زيادة عن اللزوم عشان ما يتعبنيش. انا بحبه بالمنظر اللي انت شايفاه ده كده، لا الشوربة خفيفة قوي ولا الشوربة تقيلة قوي. والله هتعملي شوية عدس، الجيران هيشموا ريحة العدس كده وهيقولوا هي بتعمل ايه. الناس مش هتعرف ان انت بتعملي عدس اصلا. هاتي بقى رغيف العيش بتاعك والطبق ده مع البتنجانة المخللة بتاعتك، يا سلام يا سلام يا ولاد. وروحي في حتة غير الحتة اللي انت فيها خالص. اتمنى ان الوصفة تكون عجبتك، واتمنى ان الفيديو يكون عجبك. تنسينيش بقى بلايك ودعوة حلوة.